هي أكبر مدن سوريا بعدد سكانها، أطراف من مدينتها القديمة تحت سيطرة النظام السوري وبعض القرى في ريفها. هي حلب التي في شوارعها القديمة خبايا للجيشين الحر والنظامي وحرب شوارع. على كثرة سكانها تكثر فيها الفصائل المقاتلة ضمن ألوية الجيش الحر. لواء أحرار سوريا أحد هذه الفصائل يقوده علي بلو ابن عندان، أولى مدن ريف حلب التي ثارت ضد النظام السوري. جبهته كثيرة، منها جبهة المدينة القديمة والليرامون ومطار كويرس وغيرها. يكدس أسلحته ويتحضر لجعل حلب بريفها ومدينتها تحت سيطرة الثوار. النظام باشر باستخدام الحرس الثوري الإيراني، باشر باستخدام حسب ما سمعنا مقاتلين يسمون بالدلتا، مقاتلين روس، هدول شاهدناهم نحن في معركة الليرامون. يعتقد علي بلو أن النظام السوري حصن جبهة حلب بكل ما أوتي من قوة، ونشر عددا كبيرا من عناصر الجيش النظامي للحفاظ على حلب. هلأ معايير المعركة اختلفت، صار عندنا وضع طائرات الحمد لله، في عندنا مدافع رشاش 23، في عندنا رشاش 14.5، غنمنا من الفول 46 صواريخ إيجلا وصواريخ كوبرا. فبدأ النظام يستخدم طائرات سيخوي، والطائرة ما عم تنزل دون مستوى 8000 أو 6000 متر، يعني عم تطير بين 6 و 8000 متر، بحيث بيعرف إنه في عندنا نحن إيجلا أو كوبرا مداه لا يزيد عن ذلك. يجول بنا قائد لواء أحرار سوريا في أحد مخازن الأسلحة. هنا دبابات غنمها من معارك مباشرة مع الجيش السوري. يقول علي بلو إن أرتالا للنظام كانت متوجهة إلى أعزاز وباب السلام وغيرها هاجمها الجيش الحر وغنمها. ثوار حلب بدأوا معاركهم بأسلحة بسيطة مثل الكلاشينكوف وقذائف الRPG، وبعد 20 شهرا من الثورة هذا هو سلاحهم. يحكى كثيرا عن عملية واسعة لتسليح المعارضة، لكن واقع الأمور على الأرض مختلف تماما. بالنسبة للثوار هي هذه المغانم الضخمة من دبابات وعتاد هي التي تقرر من سيفوز بالمعركة. من حلب سوريا، ريما مكتبي، العربية.